اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم حفصه في المقناه ازاي بستفيد عليه ب50 جنيه هتملي بيتك احلى حاجه في الدنيا. فطار عشاء حلو جدا. جبت عندي ب20 جنيه اللي كنا جايبينه في فيديو المشتريات، ده ب10 جنيه قمح. تمام. وجبت هنا عندي ب20 جنيه اللي هو الفول المدشوش، ده فول تدميس، وده ب20 فول مدشوش، يبقى الليله كلها ب50 جنيه. حبيت برضه اوريكم اكياس عشان ايه متقولوش ان انا بقوله خلاص. عملت ايه بقى؟ جبت اللي هو ب20 فول مدشوش. تمام. نقعته من امبارح للنهارده خلاص، يعني مش اقل من 12 ساعه. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. خدت منه كبشه صغيره هقول لكم عملت بيها ايه. المهم جبت بقى ب10 جنيه اللي هو القمح البليله، ورحت كنت نقعاه، ودي اول مره نقعه. ممكن تعمليه على طول. بتعملي ايه بقى؟ رحت حاطاه ورحت حاطه معاه ب10 جنيه، ورحت حاطه معاه نص كوبايه من الرز زي ما انتم شايفين كده، وغليته غلوتين. وبعد كده بعد ما اغلي الغلوتين اقوم قافله عليه خالص، بقفل وهو البخار اللي هيسويه. هتسيبيه بقى تبص تلاقيه بيفنش وبيفشر كده وبيبقى حلو قوي. تمام. بيفنش. وده بقى ب20 جنيه فول التدميس. حطيت عليهم ايه؟ كبشه بسيطه جدا من الفول المدشوش اللي احنا هنستخدمه دلوقتي. وحطيت كمان كبشه صغيره من العدس الاصفر، وكبشه صغيره من الرز. حطيت التلاتة، رز وعدس وفول مدشوش. ومش هحط اي حاجه تانية غير نص ليمونه معاه خلاص مقفوله، او ليمونه عادي. وهسيبه بقى كده. ده بقى غلي غلوة وسبته على نار هادية ومع نفسه، وهنشوفه بعد ما يستوي عامل ازاي. انما فكرة الفول المدشوش يا جماعة، القمح، انك تفتحي عليه وتسيبيه يغلي غلوتين وتطفي النار، ده اوفر للغاز بتاعك، وفي نفس الوقت بيبقى تحفة. يبقى ب20 جنيه يا جماعة الفول مدشوش، وب20 جنيه جبنة فول تدميس، وب10 جنيه عندي البليلة. حطيت عليها عشان ازود الكمية واتقلها كده، حطيت عليها نص كوباية من الرز، وحطيت كبشة رز في الفول التدميس، وكبشة فول من ده، وكبشة رز، وكبشة كمان من العدس الأصفر. يعني توفير. تعالوا بقى أنا هاخد كمية منه في شفشة الخلاط، مش هقولك في أي حاجة تانية. هاخد كمية من الفول ده، مع عندي بصلاية كبيرة، وعندي دي راس توم انا كنت مفرزاه، والخضره القمر بتاعتنا بس ما شاء الله اللهم اخضر زي الفل ازاي. ده النتيجه يا جماعه ان هي متخزنه صح. كنا حاطين شبت على بقدونس على كزبره. تعالوا بقى دلوقتي ناخد الكميه. هاخد طبعا جزء من دي وجزء من ده وجزء من ده وربع كوبايه ميه. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. او حبيت اوريكم قبل ما اضرب، خدت كبشتين بالظبط من الفول، وربع كوبايه ميه، والخضره، ونص كميه البصل. تعالوا نضرب الكلام ده. كأن ده بقى الأساس اهو، عامل زي السائل اهو. هبدأ احط عليه بقى باقي الكمية شوية بشوية شوية بشوية. المهم ان انا مزودش مية تاني، احاول على قد ما اقدر ان انا مزودش مية تاني عشان مرجعش اصفي. احط شوية تاني من الفول المدشوش واضرب، وهكذا اسيس الخلاط عشان ما يبص. وعندي البليلة زي ما قلت لكم ما شاء الله بتفشر في المية بتاعتها، والفول بيستوي. ادي بقى عندي الطعمية القمر، هي لونها اخضر اوي بس عشان الفلاش عمل بطارية منخفضة. المهم يعني عديتها على مصفى زي ما انتم شايفين، وهبدأ بقى اعبي في اكياس. وانا بضربها حطيت معاه ملح وكمون وكزبرة وشطة، مش اكتر من كده، ما بحطش كربونات. حابة انك تقلي منها شوية اقلي، وادي هنملى اكياس وهنعبي في الفريزر وهتفيدنا، وتبقى ارخص بكتير جدا من اللي بنجيبها من بره. تعالوا نشوف بقى عملنا ايه. بصوا كده القمر، دي طبق الطعمية الجميل القمر. بصوا ما شاء الله عمل معايا كام كيس، تقريبا 5 اكياس. بصوا الكيس من ده يا جماعة بيعمل 20 جنيه. بصوا ما شاء الله مليان، يعني الكيس مليان ما شاء الله اللهم بارك. اعتقد 20 او اكتر كمان. عمل معايا 5 اكياس، واحنا جايبين اصلا ب20 جنيه اصلا فول مدشوش. ادي قليت شوية كده، حمرت شوية بألف هنا وشفا. وادي عندي الفول دمسنا القمر ده. بصوا ما شاء الله عمل معايا حوالي برضو 12 كيس ولا حاجة. قطعنا بقى بصلاية مع طماطماية مع كمان ليمون. وعندي كمان شيل بس البذر منه. وعندي كمان اللهم صل على النبي حطيت رشة بسيطة من الشطة. بجد طبق حكاية ما شاء الله. ملينا الفريزر بتاعنا بعجينة الطعمية والفول. وتعالوا بقى بالله القمر، يا اما تقدميها كده يا اما تقدميها في طبق. بصوا ما شاء الله الكمية يا جماعة. انا عملت ايه؟ انا بعد ما خلصت
عجينة الطعمية وشلناها والكلام ده كله. جبت بقى البليلة بعد ما فشرت كده، قلتلكوا سبتها لحد ما تبرد خالص، وجبت نص كيلو من الحليب حطيته، وحطيت سكر، وحطيت رشة من الفانيليا. تمام. ممكن تزودي الحليب طبعا تخليه كيلو، بس انا حطيت على كمية المية اللي كانت فيها. المية بتاعت البليلة مفيدة جدا يا جماعة. انا حطيت عليها يعني سبت المية زي ما هي فيها بعد ما فشرت فيها شوية مية كده صغيرين، وحطيت نص كيلو من الحليب وهو بارد مطلعه من الفريزر غلي معاها غلو. وبعد كده ابتديت اعبي في اكياس زي ما انتم ما شايفين. يبقى هي كده فيها الحليب بتاعها والسكر وكمان الفانيليا. حبيت لما تطلعيها تزودي حليب تاني براحتك. انا شايفه ما شاء الله يعني عملت معايا برضو حوالي 8-9 اكياس، فحلو جدا يا جماعه ب10 جنيه. ده ب20 جنيه عمل معايا الكمية دي، حلو جدا. ده شوية فول حلوين كده بألف هنا وشفا. بجد بجد حاجات كده بسيطة في البيت بس بتفرق. أتمنى انتوا تجربوا الطريقة سهلة وبسيطة. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم حفصة من موقع عزة بيست فود، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.